السلام عليكم متتبعيني الكرام، كنتمنى تكونوا على خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن حال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم سلو بطريقه رائعه البنات وبطريقه صحيه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لايك للفيديو الا عجبكم. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات البنات كما كتشوفوا معايا هنا خدينا 2 كيلو ديال الزنجلان كما كتشوفوا معايا اللي كنقيوه من قبل. ضروري البنات اننا نقيوه مزيان. كما كتعرفوا ان الزنجلان كيكون فيه ديك الحجيرات. وبالنسبه اللوز خديناه ونقيناه وخليناه حتى قطر مزيان يعني تنشف وعاد قليناه في الزيت. وبالنسبه للنافع كذلك حتى هو نقيناه. هنا حبه حلاوه. بالنسبه للكميه فهنا خدينا 2 كيلو ديال الزنجلان مع ربعه ديال النافع، ربعه ديال حبه حلاوه. بالنسبه للسكر كلاصي 2 باكيات. وهنا خدينا واحد رابعه ديال اللان ما نديروهاش كامله البنات. وهنا 2 كيلو ديال الطحين اللي حمرناه من قبل. كما كتشوفوا معايا البنات هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. من بعد ما نقينا كلشي البنات هنا راه كاين عندنا كلشي منقي فاحنا حمرناه. يعني خدينا الزنجله اللي حمرناه في واحد المقله مزيان، وكذلك خدينا النافع اللي حمرناه شويه ماشي بزاف غير شي شويه البنات باش ملي يتطحن كيطلق واحد الرويحه. كذلك حبه حلاوه. يعني غادي نحتاجو نحمرو كلشي. كنحمرو الجنجل ونحطوه كنرجعو نحمرو النافع. هذا النافع البنات كذلك كنحمروه. بالنسبه للقرفه كناخذوها عواد، ولكن هنا حنا طحناها يعني كنطحنوا تقريبا 5 المعالق ديال القرفه والسكر كلاصي. وبالنسبه للإلان ما غنستعملوش منه بزاف يعني غنستعملو غير شويه. وهنا واحد الباكيه ديال المسكه الحره وواحد 2 ديال الكوزات. والطحين كما كتعرفوا فهو كذلك كيكون محمر وحبه حلاوه. بالنسبه للوز البنات فكنقليو اللوز كما كتشوفوا معايا ما نحمروهش بزاف. وهنا فغادي نديرو كيلو ديال الزبده حتى الكيلو ونص، يعني كيبقى اختياري. الا بغيتو تعجنوها غير بالزبده كديروا كيلو ونص. كما كتشوفوا معايا البنات فاحنا كنقليو اللوز ومن بعد ما كتذوب الزبده كما كتشوفوا كنخليوها باش كترقد باش الحليب اللي كيكون فيها كيهبط لتحت. خدينا واحد البانيو اللي غربلنا فيه الطحين باش كنحيدو ديك الحبيبات. وهنا درنا واحد نص كاس ديال اللان. بالنسبه للإلان يعني كيكون هذا هو الشكل ديالو حتى هو كنحمروه واحد شويه البنات. كنغربلوه مزيان باش كيهبط غير يعني كيهبط رقيق. يعني درنا هنا نص كاس البنات. بالنسبه للإلان انا قلت لكم كيبقى اختياري. هو راه المنافع ديال الإلان راه لا تعد ولا تحصى. مخير للعظام يعني بالنسبه للناس اللي باغيين صفوف صحي من الاحسن تستعملوا إلان. راه غزاله البنات. بالنسبه للسكر كلاصي هنا استعملنا 2 باكيات من هادو. بالنسبه للسكر كلاصي كيبقى اختياري بالنسبه اللي كيبغي هكا حلو يذوق منين يخلط كلشي يذوق. بالنسبه لنا حبه حلاوه البنات كما كتشوفوا معايا فهنا طحناها. هنا رابعه ديال حبه حلاوه ورابعه ديال النافع. كنطحنوهم كاملين وكنغربلوهم يعني باش ما كنجيبوهش قاصح. هنا حبه حلاوه كذلك حتى هي غادي نضيفوا الكميه ديالنا وغادي نغربلوها بالغربال باش كلشي يهبط رقيق. ضروري اي حاجه درناها فنغربلوها كما كتشوفوا معايا البنات. من بعد كناخذوا ديك 2 ديال الكوزات وكنحكوهم بهذه الطريقه البنات. كيجي السفوف غني وصحي يعني تبارك الله. كتاكل غير مع السحور هكا. الا خديتي غير طبيصل ديال السفوف راه كتقيلو مخيرين كيعطي واحد القوه والصحه للجسم. ما كيحش بنادم نهائيا بالعيا. كما كتشوفوا معايا البنات بعد ما حكينا داك 2 ديال الكوزات ما كنحكوهمش كاملين يعني نخليو منهم شي شويه يعني. او ممكن تستعملوا غير وحده ونص يعني تحكوا وحده كامله، ولكن ما تحكوهمش يعني بجوج. بغيتو كانت كتعجبكم المذاق ديال الكوزه ممكن انكم تحكوهم بجوج يعني كذلك كتجي زوينه كما كتشوفوا معايا البنات. من بعد ما غادي نحكو الكوزه ديالنا كنحكوها في جهه رقيقه ماشي جهه الغليظه باش ما كتجيش باينه. كما كتشوفوا معايا كيكون هذا هو الشكل ديالها. ودابا غادي نضيفوا القرفه البنات غنديروا 5 د المعالق كبار.
كما كتشوفوا معايا حنا راه عندنا معبوره يعني 5 المعالق، وغادي نغربلوها حتى هي. كلشي البنات نغربلوه، يعني حتى شي حاجه ما نخليوها بلا تغربيل، كلشي ضروري اننا نغربلوه. بالنسبه للبنات المسكه حره فانا درتها هنا في الطحانه ودرت معها شويه ديال السكر كلاصي وطحناها، كتكون على هذا الشكل هذا، راه كتطلق واحد الريحه زوينه. وكما كتشوفوا معايا هنا خدينا الزنجلان اللي طحناه، تقريبا غنقسموه على 3 النص، غادي الربع غادي نعملوه في يعني صحيح هكذاك، غنخليوه بلا ما نطحنوه كما كتشوفوا معايا، يعني ديريكت كنديروه مع السفوف. والربع غنطحنوه مزيان يعني حتى كيولي معجن، والربع غير غيتهرمش، يعني غير كيتهرمش ما كيتطحنش مزيان يعني. كما كتشوفوا معايا انا غنوريكم الشكل ديالو. وكذلك بنفس الطريقه غنديروها حتى في اللوز، يعني ما كنطحنوهش كامل باش كيجينا يعني كيبقى باين، كتبقى باين ديك التقرميشه. وبالنسبه للبنات واحد النصيحه، الا بغيتوا اللوز يجيكم مقرمش قليوه في الزيت بارده. كما كتشوفوا معايا فهذا الزنجلان اللي طحناه، يعني طحناه ماشي طحناه بزاف ولكن طحناه غير تقريبا يعني تطحن ولكن ماشي تطحن حتى تعجن كما كتشوفوا معايا. ودابا غادي ندوزو اللوز كذلك حتى هو البنات النص، غنقسموه على تقريبا اللوز غنقسموه على 4، يعني شويه غنخليوه نص زواق، وشويه غنحطوه هكذاك، وواحد شويه غنطحنوه مزيان كما كتشوفوا معايا حتى كيولي معجن، وشويه غادي نديروه يعني مطحون غير شويه ماشي مرفس كما كتشوفوا معايا. يعني كتشوفوا معايا المكونات ديالنا كامله واجده، والزبده كذلك. يعني دابا غادي نخلطوا ديك المكونات الناشفه، نحاولوا اننا نخلطوها مزيان، عاد نبداو نضيفوا في الزبده، يعني نحاولوا اننا نعجنوا ديك النواشف مزيان. كما كتشوفوا مع الطحين كيكونوا باقيين مكلكلين، نحاولوا اننا ندخلوا داك الطحين بهذه الطريقه هذه، نبقاو نفكوا داك الكاوكاو وداك اللوز وداك المكونات اللي طحنا، ومن بعد غنبقاو نضيفوا في الزبده وحنا كنعجنوا. بالنسبه للزبده البنات غنبقاو نكبوا، ولكن منين وصلوا لواحد البلاصه راه كيولي عندنا بحال الحليب، نحاولوا اننا ما نكبوهش. بهذه الطريقه البنات هذه كتحافظ على السفوف او سلو، يعني واحد المده طويله ما كيوقع له حتى شي حاجه، ما كيغمل، ما كيوقع له حتى شي حاجه، كيبقى لك حتى العام يبقى مخير. كما كتشوفوا معايا البنات فاحنا غادي نضيفوا. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يعجنوه غير بالزبده تستعملوا 2 كيلو ونص ديال الزبده. وبالنسبه لي يعني كيبغي يستعمل غير الزبده والزيت، غتستعملوا كيلو ديال الزبده، وغتكملوا بالزيت اللي قليتو فيها اللوز، لان كتكون ولات فيها واحد الريحه زوينه ديال اللوز. كما كتشوفوا معايا البنات فهنا انا عجنته، كما كتشوفوا معايا راه مع الزبده باقا سخونه، راه تبارك الله باقي كيبان لكم انه جاري، ولكن لا، هو راه ملي غادي يبرد راه غادي غير حيت الزبده مازال سخونه. وكما كتشوفوا معايا فانا عجنته مزيان، يعني دخلوا المكونات، وكيكون السلو ديالي يعني واجد كما كتشوفوا معايا. هنا انا قادته، ولكن هنا ما غاديش نخليوه، هنا غادي نوضعوه في الطاسه اللي غادي نحتفظوا بها يعني واحد المده اللي كتكون مغطيه، وغادي نزوقوه، ومن بعد غنبقاو نقطعوه يعني طرانشات كما كتشوفوا معايا. من بعد ما قددته في الطاسه كنبقاو نضغطوا عليه بيدنا، ومن بعد كنبقاو نستفوا فيه اللويزات بحال هكذا، لانني خليت واحد شويه د اللوز. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال السلو ديالنا. كنخليوه البنات من بعد ما كيبرد فهو كيقصح، وكنبقاو نقطعوه يعني على شكل مربعات، كيجي زوين يعني في الحطه وكذلك في الاكل، وممكن اننا نشكلوه بالشكل اللي بغينا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب. في امان الله وحفظه.